عليكم ورحمة الله وبركاته، مع درس من دروس مادة التوحيد بعنوان المستحيل في حق الله تعالى إجمالا وتفصيلا. اذكر المستحيل في حق الله تعالى إجمالا وتفصيلا، ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات. المستحيل في حق الله إجمالا بطريقة إجمالية، قال له كل نقص فهو مستحيل عليه تعالى، بس كل نقص فهو مستحيل على الله تعالى، فقد ثبت أن الله تعالى متصف بصفات الكمال إجمالا، فيلزم عن ذلك أن يكون منزه عن صفة النقص إجمالا. تمام؟ لما قلنا ماذا يجب لله إجمالا، نقول يجب لله إجمالا كل كمال. طب يستحيل عن الله سبحانه وتعالى إجمالا كل نقص، عكسها تماما. طب المستحيل في حقه بطريقة تفصيل، ما تعدش بقى، كثير جدا. قال لي وجب لله تعالى صفات هي أمهات صفات الكمال، وقد ثبت ذلك بالأدلة القاطعة، فيستحيل عليه أضدادها. يعني كل الصفات التي نسبناها لله سبحانه وتعالى ننفي عنها ضد الصفة. أثبتنا لله العلم فنفينا عنه الجهل، أثبتنا لله البصر فنفينا عنه العمى، تمام؟ وهكذا. يبقى بيقول لي فيستحيل عليه أضداده، لأن الضدين لا يجتمعان فيستحيل عليه. عدي لي بقى، قال لي العدم ضد الوجود، الحدوث ضد القدم، العدم والفناء اللي هو ضد البقاء، المماثلة للحوادث ضد المخالفة للحوادث. قال لي ألا يكون قائما بنفسه اللي هي ضد صفة القيام بالنفس، بأن يكون صفة يقوم بمحل، يعني يحتاج لشيء يقوم به مثلا. تمام؟ زي ما قلنا الصفة بتاعتك تحتاج إلى محل تقوم به، يعني محتاجة إلى شيء، يعني الصفة لازم تكون محطوطة على شيء معين، قلنا الله عز وجل يقول عن هذا. أو يحتاج إلى مخصص أحد يخصصه، وهذا ضد القيام بالنفس، هو لا يحتاج لأحد. تمام؟ ألا يكون واحدا، بأن يكون مركبا في ذاته، مركب في ذاته، يعني قلنا له أعضاء زي الإنسان كده، ده محال عن الله سبحانه وتعالى. أقل أو يكون له مماثلا في ذاته، يكون في حد زيه، قلنا لا. أن يكون في صفاته تعدد، فدي كلها معاني احنا تكلمنا فيها وقلنا ننفيها عن الله سبحانه وتعالى. قال أن يكون في صفاته تعدد، قدرتين إرادتين، ده مستحيل. أن يكون لأحد صفة كصفته، يعني أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله. 7 قال أن يكون عاجزا عن ممكن، قلنا أي حاجة ممكنة الله عز وجل قادرا على إيجادها أو عدمها، وهذا ضد القدرة، اللي هو أن يكون عاجزا عن ممكن، ده ضد القدرة. أن يوجد شيئا من العالم، أن يوجد شيئا من العالم مع كراهته لوجود، ده مستحيل. أو يعدم شيئا مع كراهته لعدم، أو عدم إرادته، يعني مستحيل شيء يحصل في ملك الله من غير أن يريده الله سبحانه وتعالى. الجهل وفيما في معناه، قال كالظن والشك والوهم والنوم، وهذا ضد العلم والموت والعمى والبكم والصمم، دي كلها صفات منفية عن الله سبحانه وتعالى. دي ما يستحيل نسبته لله سبحانه وتعالى تفصيلا. بيقول لي الكلام عن المماثلة ونفيها. مماثلة يعني له مثل. المماثلة مصورة ب10 صور لها كلها مستحيل لله سبحانه وتعالى. قال لي أن يكون جرما، سواء كان مركبا وحينئذ يسمى اسما، أم جرما غير مركب وحينئذ يسمى جوهرا فردا. يبقى أن يكون جرما بحيث أن يكون مركب من أعضاء، يبقى احنا كوننا جسم، ايد مع رجل، ده كوننا جسم، ده كله مستحيل على الله سبحانه وتعالى. أو جرما غير مركب، يعني احنا هنقول عنه جرم بس مش مركب، ده يبقى اسمه جوهر. بيقول لي ما حكم المجسمة معتقد الجسمية عن الله، اللي بيقولوا الله جسم، ده حكمهم قال لك لا يكفرون أو لا يكفرون إلا أن قالوا هو جسم كالأجسام. لو قالوا هو جسم زي الأجسام يبقى في الحالة دي كفروا. 3 يبقى اللي هو صور المماثلة كام؟ قال لي أن يكون جرما سواء كان مركبا، دي لا يجوز، أو جرما غير مركب، كده 2 في بعضهم. 3 قال لي أن يكون عرضا يقوم بالأجسام، يقوم بالجسم. ما ينفعش أن أنا أقول عن الله عرض سبحانه وتعالى. الإنسان بيعيا، بيمرض، بيكبر، بيتغير، ده ما ينفعش أن نقول عن الله سبحانه وتعالى. أن يكون في جهة للجسم،
كالتي تجب للجسم فليس فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه. طبعا دي غلط، بيقول لك لا فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه، امال أين الله؟ يبقى فين الله؟ الله غير موجود على كلام الكلمة دي. الكلمة دي خطيرة جدا، خلي بالك. بيقول لي أن يكون في جهة للجسم، طب هو في السماء زي ما ربنا قال. بيقول لي فليس فوق العرش، غلط، ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا فوق ولا تحت، غلط. تمام. رقم 4 أن تكون لله جهة فليس له فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال، دي زي العدم برضو، ما ينفعش أن أقول عن الله. بس في الكتاب أكرر أقول لك احفظ اللي في الكتاب علشان الامتحان. قال لي أن يحل في المكان، فالحلول هو المراد بالتقييد عبارة من عبر به. يعني يحل في المكان، أنت لما تقعد في الأوضة ولله المثل الأعلى ما بتشوفش اللي برا الأوضة. هو بيقول لك لا، ما ينفعش أن الله سبحانه وتعالى يحل بالمكان، فلو حل لحاط المكان به، يعني ما شافش الخارج عنه، فده غلط، لا نسيبها لله. المراد بالمكان قال الفراغ الموهوم على رأي المتكلمين والمحقق على رأي الحكماء. معنى قوله موهما عند المتكلم أن يتوهم أنه أمر وجودي وليس كذلك، بل هو أمر عدمي. أن تتصف ذاته العالية بالحوادث، دي كله مستحيل على الله. أن يتصف سبحانه بالصغر بمعنى قلة الأجزاء أو بالكبر، ده مستحيل. أن يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام، فليس فعله كإيجاد زيد لغرض من الأغراض. يعني إيه؟ يعني ربنا ما عملش، ما خلقش زيد لأجل مصلحة أرادها أو لأجل غرض أو لأجل حاجة يحتاجها. أنت لما تيجي تذاكر بتذاكر لغرض معين، لغرض أن أنت تريد النجاح، يعني محتاج أنك تنجح، محتاج أنك تتوظف، محتاج، يبقى بتعمل حاجة علشان محتاج حاجة. إنما الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. الله يفعل من غير غرض، يعني من غير حاجة للفعل، هو لا يحتاج سبحانه عن هذا. بيقول لي الضاد صفة الإرادة. قال لي الضاد صفة الإرادة أن يوجد شيء من العالم مع كراهته للوجود، ده مستحيل. أن الله عز وجل يوجد شيء هو يكرهه، أو يعدم شيئا وهو يكره عدمه. الذهول، قال لي ذهاب الشيء من المحافظة والمدركة من أحدهما، أي أن الحافظة والمدركة والذهول النسيان، وأما الغفلة فهو النسي فهو السهو. ده برضو مستحيل عن الله سبحانه وتعالى أن يذهل عن شيء معين. تمام. واحد ذهل عنه هو قدامه بس هو مش موجود أصلا. تمام. إنما النسيان أنا عمال أفكر فيه هو ناسي أصلا خالص. تمام. ولذلك قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان. النسيان أنت أصلا مش متذكر أن أنت فعلت الحاجة المعينة. إنما السهو قال الاثنين مستحيل على الله سبحانه وتعالى. تمام. قال لي بأن يكون الباري علة تنشأ عنه الخلائق من غير اختيار، ولا توقف على وجود الشيء وانتفاء مانع كحركة الخاتم، فإنها نشأت عن القائلين بالتعليل عن حركة الإصبع، فعندهم حركة الإصبع علة في حركة الخاتم. يعني حركة الإصبع، يعني لو حركت الإصبع الخاتم يتحرك، طب لو ما حركتش الإصبع الخاتم لا يتحرك. يبقى مش هنقول وجود الخلق علة عن وجود الخالق، أو بمعنى أن الله سبحانه وتعالى موجود يبقى لابد أن يوجد الخلق. قال لك لا، هنقول الرد عليهم نحن نقول الخالق لحركة الإصبع ولحركة الخاتم هو الله الذي خلق الإصبع، والذي حرك الإصبع هو الله سبحانه وتعالى. أو مع الطبع بأن يكون الباري طبيعة تنشأ عن الخلائق من غير اختيار مع التوقف على وجود الشروط وانتفاء الموانع. قال لك انتفاء كالنار فإنها تؤثر بطبعها عندهم في الإحراق مع وجود شرط المماسة وانتفاء المانع البلل. هنقول المؤثر في الإحراق ولا تأثير للنار أصلا إلا بإرادة الله. كل اللي حصل دهوت سواء قدامك في الكون من خير أو شر هنقول هو بإرادة الله سبحانه وتعالى. بعد كده بقول لي حكم معتقد الجهة. يعني ايه معتقد الجهة؟ وقلت لك أن كلمة الجهة دي خارج الكتاب، كلمة الجهة لم تأتي في القرآن ولا في السنة. تمام؟ يبقى لماذا هم تكلموا في الجهة؟ لا نتكلم في الجهة. طيب هل تقصد بالجهة أن الله في السماء
لو قلت ان تقصد بالجهة ان الله في السماء فنحن نقول ان الله في جهة. هم بيقول لك لا، ما ينفعش انت تقول الله في جهة ابدا. اسمع بيقول ايه، بيقول لي ليس لله تعالى جهة، فليس له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. ولذلك لو سألت واحد على رأي الشيخ قال، لو سألت واحد قال لي اوصف لي العدم، هو هيوصف لك ده. قال لك العدم لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا ورا، ده العدم. على الكلام الكتاب قال لي لا، ليس لله تعالى ايه جهة، فليس له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. قلنا جهة يعني في مكان، فوق تحت، اسمها جهة. قول العز بن عبد السلام قال لي لا يكفر. قول النووي قال لي قيد عدم كفره بكونه من العامة، طالما هو من العامة قال لي لا يكفر إذا كان من العامة. قول ابن أبي جمرة قيد عدم كفره بسبب عسر فهم نفيها، يعني لا يكفر إن كان قال ذلك بسبب عسر فهم نفيها. يعني هو لما يعرفش أن ينفي الجهة، أو عنده صعوبة أن ينفي الجهة في فهم نفي الجهة، قال لك لا يكفر. بقول لك قول بعض العلماء فصل بعضهم فقال إن اعتقد جهة العلو لم يكفر، لأن جهة العلو فيها شرف ورفعة في الجملة، وإن اعتقد جهة السفل كفر لأن جهة السفل فيها خسة ودناءة. الدرس الأخير والذي هو بعنوان الجائز في حقه تعالى. وجائز في حقه ما أمكن إيجاد إعداما كرزقه الغنى. تعريف الجائز هو بقى، الجائز قال لي هو الممكن لذاته، يعني هي حاجة ممكنة، هو في طبيعته ممكن. يعني ممكن يكون موجود وممكن ما يكونش موجود. انت كإنسان ممكن الله عز وجل يوجدك وممكن يعدمك في أي لحظة. يعني الممكن لذاته قال لي الذي تقبل ذاته الوجود والعدم، تمام، فلا يكون واجبا لذاته كالله، ولا يكون مستحيلا لذاته كالشريك. فالأمران بالنسبة إليه على السواء، فهما منفيان عنه سبحانه وتعالى، اللي هو الممكن اللي هو الوجود والعدم، اللي هو لا يكون واجبا ولا يكون مستحيلا، دي اللي هو الممكن. يعني بما تتعلق القدرة بقى، بيقول لي تعلق القدرة بالممكن. القدرة قلنا قبل كده لا تتعلق إلا بالممكن. تتعلق القدرة بكل ما أمكن، إما إيجادا وإما إعداما، فهي تنفذ ما خصصته الإرادة. قلنا الله عز وجل إذا أراد أن يخلق بالقدرة، وقبل القدرة تدخل الإرادة في التخصيص. يعني الله أراده طويل قصير أبيض أسود، وبعد كده تبدأ القدرة في الخلق. يبقى الإرادة الأول، الإرادة تخصص. مثل المصنف للجائز في حقه تعالى بحالة الإيجاد زي إيه؟ قال لي برزقه تعالى العبد الغني، دي إيجاده برزقه، بحالة الإيجاد قال لي برزقه تعالى. مثل المصنف للجائز في حقه تعالى قال لي بحالة الإيجاد برزقه تعالى العبد الغنى، برزقه تعالى العبد الغنى، يرزق الغنى. ولحالة الإعدام قال لي بترقه رزقه، دي بحالة الإعدام. الله عز وجل منع فلان الفلاني أن من رزق معين، منعه من ولد، منعه من البنت، يعني منعه من الرزق المعين. قال لي ودليل الجائز من القرآن قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير انك على كل شيء قدير. وبكده يكون مادة التوحيد انتهت على